ايه هو التعزيز والتبريد في الفوركس وازاي استخدمه؟ مصطلحات التعزيز والتبريد هي مصطلحات بنسمعها كتير جدا في التداول. الفكرة كلها بمثال بسيط ان انا لو نفذت صفقة شرائية من مستوى معين بهدف معين، وليكن انا اشتريت زوج اليورو دولار عند مستوى 1.1000 وهدفي مستوى 1.1200، وبعد كده السعر هبط واتحرك في عكس اتجاهي، لكن انا ما زلت شايف ان السعر هيصعد مرة تانية ومحدد ايقاف خسارة، ودي اهم نقطة. لكن قررت ان بعد الانعكاس اللي حصل ده ممكن السعر يصعد، فبالتالي هنا ممكن اعمل حاجة اسمها عملية تبريد. يعني ببتدي ازود الصفقات بتاعتي، ببتدي ادخل صفقه جديده من مستوى اقل من المستوى اللي انا دخلت فيه في البدايه، مع المحافظه على ايقاف الخساره، وبالتالي لو السعر عاد وارتفع انا هكون حققت نتيجه اجماليه اكبر، وفي نفس الوقت الصفقه الثانيه مخاطرتها كانت اقل لان هي قريبه من ايقاف الخساره. اما التعزيز فبيكون العكس، لما ادخل صفقه شرائيه من مستوى معين والسعر يبتدي يصعد في اتجاهي ويبتدي يظهر لي اشارات بتاكد لي عمليه الصعود اللي جايه. يعني انا هنا اتاكدت ان خلاص السعر هيصعد بشكل كبير واصبح عندي اسباب اكتر، انا هنا على ربح لان انا شاري والسعر صعد معايا، فبقوم بعمليه تعزيز، يعني بشتري او بنفذ صفقات جديده في نفس الاتجاه بنفس ايقاف الخساره بتاعي، او ممكن حتى انقل ايقاف الخساره بتاعي على مكان الدخول الاول مع الحفاظ على نفس الاهداف، وبالتالي انا هنا زودت كمية الربح المتوقعة، ده لو أنا متأكد من الاتجاه. فبالتالي التعزيز هو الشراء بسعر أعلى من السعر اللي أنا اشتريت فيه في الأول، أو البيع بسعر أقل من اللي أنا بعت بيه، والتبريد هو العكس. وفي النهاية دي كلها أدوات بتساعدك في التداول أو أدوات لإدارة الصفقة، ودايما لازم نحافظ على إدارة المخاطر.